ازود يا مس؟ عايزين نكسر مستر سامي. قلت كام يا مستر سامي؟ 38. معلش بقى يا مستر سامي. حضرتك ما بتجيش بدري. يلا ادي اول رقم. يلا الرقم اللي بعده 25. ممكن؟ مريم اقعدي لو سمحتي واللي قاعده فوق التسع.
النهارده مبسوط بيه جدا. انا وبصراحه يعني لازم اديله هديه. احنا كنا هنروح نزوره علشان هو تعبان، لكن عشان حبه في القران هو جه وهو تعبان. فلا بيستاهل هديه ولا لا؟ رغم ان هو تعبان لكن جه. نعمل معاه ايه؟ طب نسقف له كلنا. كلارا تعبانه، ورغم ان هي تعبانه لا بجد وبتاع تسيبه جامده بقى ليها خلاص ما تتحركيش، خليكي مكانك هديتك يا بنت. تعالى فيها مش معنى كده ان انتوا كلكم تبقوا حلوين. طبعا كلكم حلوين، بس انا حسيت ان يعني اللي بيهتم قوي وحابب القران بيعمل اي حاجه عشان خاطر طب عندنا هو يلا بس انت بقى تاني. برافو عليك. شوية هدوء يا بنات. 42. لا لسه 4 ممكن نقعد؟ مين رقم 8؟ يمين ما زودتي واحدة. رقم 8. مستر سامح دي الارقام بتبقى عشوائيه، مش عشان هيك رقم 2 تبقى هي جت ثاني واحده. لا انا عايزه واحده. Thank you.
رقم 12. طب احنا كده عدينا يعني ال10 اللي احنا بنعملهم كل مره. ازود 3 تاني؟ 5؟ طب مش عايزه دوشه خالص ولا اعمل 5. طب انا مش عايزه دوشه. لا في دوشه عندي كمان. ممكن نقعد؟ اقعد يا بنت. حضر معانا يوسف النهارده وجه مخصوص عشان انت النهارده فرصه معانا. فيعني احنا مبسوطين بوجوده وهنديله حاجه بسيطه هديه برضه ان هو ايه حضر معانا وهو بقاله فتره. انتوا عارفين يوسف بيحب احنا بنحبه والقران كله يعني بنحبه. بس يعني النهارده احنا مبسوطين بيه جدا. تسيبها بقى ليوسف ان هو جه النهارده معانا وبيحكي معانا. 37 اخر رقم 12. معلش